مالته اسوي السايد الثاني واجيكم. بشرتي ما بيها مشاكل وبشرة مو جافة ولا دهنية، شوية اويلي منه بس عادي يعني انا اعتبرها هايلايتر يعني ما اعتبره دهنية. غلط يمكن ما اعرف بس انا ما احب البرايمر ولا احب ارطب البشرة قبل الميك اب لانه الميك اب يخرب من الاخير، فنحط هيك كمية تقريبا وهاي هواية يعني ما راح اخليها هواي هيك نقطتين يعني هيك اسوي مثل طبقة عازلة للكونسيلر على مود من يجي الكونسيلر يصير هيك منه ومن هنا والنقطة منه وشوية هنا شويتين هنا وهنا وهنا. لاحظتوا لو ما لاحظتوا؟ وهسه نسوي بلند 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 بلند. حبايبي هسه دور الكونتورينج. الكونتور من يم ديور والشيد مالته 3 ميديوم اوكي H01 ما اعرف يا هو الشيد. حبايب انا اصلا لما انزل سيفورا يعني ما شاء الله هناك مو وحدة تساعدني 10 يساعدوني ف I don't need to think ما احتاج افكر هم يجربون وينطوني. نخلي شوية هنا وشوية هنا يعني الكونتور مال الخد او الفك يكون تحت مستوى البلاشر يعني على طول، فتخلون شوية هنا لانه هو اصلا كلش عالي البيجمنت. حنكمل الكونتورينج بكل بساطة ادمجه بالبيوتي بلندر بس بالجهة الثانية يعني مو بالجهة مال الكونسيلر والفونديشن. نسوي هيك بلاند خفيف لانه بصراحة بعد ما اثبت بالباودر البرودكت كله حيروح احس يختفي، فما له داعي هواية اسوي بلاندينج وهو اصلا بعد التثبيت ممكن يخف بدرجة كلش عالية. واو على فوق مو على تحت على فوق. كأنما تسوون بلاشر احس لانه اوريدي اني لون الكونتورينج احبه از بلاشر. البلاشر كريمي بلاش من YSL الشيد 37. ونسوي بلاندنج بهاي البراش لانه اريد المواد تكون يعني موجودة على البشرة. البيوتي بلندر تسحب كل شي بس البلاش بلاش شنو البراش ما تسحب
بعد ما خلصنا الفونديشن كونتور بلاشر، هسه راح نخلي كونسيلر ووراها حنثبت. يعني اني اول اشي احب اخلص البيس وراها بالعين، لانه اصلا عيوني ما اخلي بيها هواي سوالف، فالتركيز يكون كله على السكن. نسوي التثبيت اول شي باللوز باودر مال هدى بيوتي اللي صار له تقريبا عندي سنة وما قاعد يخلص، وكرهته شو وقت يخلص ما اعرف، يعني ما شاء الله ما قاعد يخلص. فاول شي اثبت باللوز باودر، لانه صراحة اني قبل كنت طيب حبايب، مثل ما تتذكرون احنا خلينا كونسيلر فوق العين، فشوية لازم نثبت قبل لا نخلي اي شادو على مود اللون يطلع حلو وصافي وما بيه اي تكتلات. واني اصلا الشادو ما اخلي بداية العين، فمضطرة اني اني فقط. اوكي جايز، فحناخذ اللون اللي قلت لكم عليه كلون بدائي، وحتكون البراش هيجي اكثر تركيز من ذيك فقط. منه أبغى طبعا حبايبي، بما انه هالفترة حاجبي واحد ما يشبه الثاني، فهواي قاعدة اعاني بالرسمة، وعادي يعني اذا يطلع حاجب ما يشبه الثاني 100 it's okay. يعني المهم انه احنا ننظف الحاجب، فحاول ارتبه بشكل جدا. يلا عادي مو مشكلة. another side. طبعا هخلي الرموش هاي من سيفورا الطريقة الصح على مود تخلون بيها رموش. اول شي بعد ما قصينا الرمش وشكلناه على الطريقة اللي احنا نريدها، تلزمون الرمش هيج. وين الجلو؟ نخلي جلو ونخليها على طرف نفس الشي، ننتظر تقريبا 5 دقائق او اقل دقيقة. هذا البلاشر صراحة جبته من فانيلا بغداد، وهو من بنفيت، ف I really like it. wait خلي جوا العين وعلى الخد. حاليا ورا ما جف الرمش والصمغ صار لونه شفاف، فنلزم الرمش بهالطريقة وهيك. هذا أنا عندي هاي العين مسحوبة وهاي العين أكبر، يعني حبايبي ما أعرف من وين أنا جايبة هذا القلم. طبعا اللبستيك اليوم راح أخليه من سيفورا بعد، شيد مادة 2. ايوه شيد مادة 2. اوكي